كان بيقلب على السوشيال ميديا وعمال بيفر اذ به يسمع نصيحه ويطبقها وتطلع نصيحة غلط. هوب استنى، لازم تستوثق من المعلومات اللي بتسمعها على السوشيال ميديا، لأنه كم من معلومات كتيرة بتتقال بتكون معلومات خاطئة، وده ليه أضرار كبيرة جدا على الناس. ولو أنت من اللي بتقدم المعلومات دي احذر واسمع حديث النهاردة. يلا بينا. 40 الرياضية، إنتاج ماسل كلينيك. حديث النهارده من غشنا فليس منا، وهنعرف الحديث الكامل اخر الفيديو. الغش امر مرفوض عندنا في الدين الاسلامي، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتبرأ منك. تخيل انت مش من زمره وجماعه المسلمين لو انت غشيت المسلمين. الغش ده انواع كتير جدا، في ناس بتغش في المكيال وفي الميزان، في ناس بتغش انها ما تقولكش المعلومه الامينه، في ناس بتغش ان هي تقول لك معلومه غلط تضللك عشان تستنفع من وراك او تحقق مشاهدات او غيره. كل ده يندرج تحت انواع الغش. ان انت مثلا تروح لدكتور ويكون عندك غضروف صغير خالص، فالدكتور دوت يقول لك لازم نعمل جراحه فورا، لو ما دخلتش هيحصل فيك وهتتشل وهيحصل لك. ده نوع من الغش السيء للاسف، لان المريض المسكين لما بيسمع الكلام ده بينساق ورا الدكتور ويروح طوعا او كرها ان هو يعمل العمليه. ما بقولش ان كل المرضى مش محتاجين عمليات، في مرضى فعلا محتاجين عمليات، لكن لو انت مريض عنده اعراض بسيطه وكان ليه علاج خاص بالعلاج الطبيعي او اي حاجه ابسط واقل تكلفه واقل ضرر على المريض، وانت مع ذلك رشحت له العمليه، فانت بتغش المريض. وكذلك لو انت جيت لدكتور العلاج الطبيعي وكان عندك مشكله وما عرفكش المشكله دي ابعادها ايه، وقال لك بكل امانه اذا كانت المشكله دي هتتحل ان شاء الله بالعلاج الطبيعي ولا لا، وقعد يجرب معاك بال50 وال60 وال80 جلسه وانت ما بتتحسنش، ومع ذلك هو مستحل فلوسك وعمال بياخد منك فلوس، ده برضه نوع كبير جدا من انواع الغش. لازم تكون صريح مع المريض بتاعك. لو المشكله علاجها عندك قول، لو علاجها مش عندك قول، لو هتجرب مع المريض دوت قول، لو في جهاز معين لسه مش مثبت علميا قوي قد يجيب نتيجه مع المريض وقد ما يجيبش النتيجه دي، لازم تصارح المريض وتشاركه بده. ده من الامانه والبعد عن الغش كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دايما في نشر التمرينات اللي بننشرها دايما على النت بنقول يا جماعه التمرينات دي لا تغني ابدا عن استشاره الطبيب، طبيب البشري، دكتور العلاج الطبيعي، ايا كان مقدم الخدمه الطبيه عندك، لان فعلا ممكن بعض التمرينات دي ممكن تسبب لك مشاكل. قدر الامكان بنحاول نقول التمرينات اللي تفيد معظم الناس، لكن دايما بننوه في كل تمرين جماعه التمرين دوت لو تعبك وقفه. احنا بنشارك المعلومه وعندنا من الامانه ان احنا نقول لك ان المعلومه دي مش هتفيد كل الناس، بس لو انت من الناس اللي هتستفيد ادينا فدناك بمعلومه، ولو انت مش الناس اللي هتستفيد بالمعلومه دي هتحتاج ان انت تروح للدكتور المتخصص عشان يبدا يقول لك ويكستم لك ويقيف لك المعلومه دي على مقاسك انت. فانت ممكن تبعت لي الاشاعه دي مثلا فيها انزلاق غضروفي، ممكن يكون بسيط وممكن يكون شديد على الاشاعه، بس معنى ان هو بسيط او شديد على الاشاعه مش معناه ان هو بسيط او شديد في الحقيقه. فلو انا رديت بس على الاشاعه وقلت ان هو بسيط لا اتعامل عادي، او شديد لا اوعى تعمل واوعى تعمل خالص وهيحصل لك، انا في كلا الحالتين ضريتك ما افدتكش. عشان كده لما بقول لك تنورني وتزورني في العياده هنا وقتها مش عشان انا حايش عنك المعلومه، انما انا عايز اقدم لك افضل معلومه ابقى امين فيها معاك واقولها لك فيس تو فيس كده، فاعرف اوصلها لك بشكل كويس. التطبيق العملي حاول تدور في اي حاجه انت بتتعامل معاه على الشخص الامين الثقه اللي بيراعي ربنا في شغله، اللي بيبعد وبينبذ فكره الغش تماما. وده ياخدنا لنقطه الحديث الكامل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وفي روايه اخرى للحديث عند مسلم من غشنا فليس منا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل ونشير الفيديو ده عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. كان معاكم دكتور حازم طارق من 40 الرياضيه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.